المتحرك بتاع المصفى ده او متحرك شندي اللي ضربوه المرتزقه ده واللي استشهد فيه عدد من الضباط من ضمنهم محمد صديق ورائد ونقيب وغيره. المتحرك ده يا جماعة أنا لي أكثر من 10 أيام أنا وغيري بنتواصل مع القيادة سواء كان في وادي سيدنا أو في شندي أنه يرسلوا للمتحرك ده إمداد بتاع ذخيرة وما في استجابة. وما تقول لي الذخيرة ما موجودة، الذخيرة موجودة ومتوفرة ونحن على علم أن الذخيرة موجودة ومتوفرة، لكن لم يتم الإمداد وما تم إيصال الإمداد ده للمتحرك بتاتا. لما حصل الحصل المتحرك ده قامس يتضرب لأنه ذخيرة ما عنده. مصدق ده والله قبضوه قبض عديل وقف ما جرى وما عنده أي حاجة، كلاشه زي الحديدة ما في أي حاجة، ما في ذخيرة. وأزيدك من الشعر بيتين، المرتزقة اللي هاجموا المتحرك كانوا عارفين المتحرك ده ناقص ذخيرة، ما عنده ذخيرة. بالله يا جماعة هل يعقل؟ هل يعقل إذا الموضوع ده ما فيه خيانة، ما فيه طوابير تنخر في القوات المسلحة؟ هل يعقل تاخد لك متحرك يحاصر المصفى لا عنده ذخيرة لا عنده قوة عتاد يقدر يدافع بها عن نفسه؟ خليك يحرر المصفى يقدر يدافع عن نفسه؟ الجماعة ده اللي قبضوهم قبيض من غير مقاومة، ما معهم حاجة، السلاح بالنسبة له زي العصاية. محمد صديق ده ما كان مصاب، قبضوه عديل حي، جسم حي ما فيه حاجة، لأنه ما كان يحتاج أن يضربوه من بعيد. وأزيدك من الشعر بيتين، شفت متحرك في متحرك في المناقل، متحرك المسؤول منه اسمه الخاتم. المتحرك ده رسل مندوب عنده نقص في الذخيرة، رسل مندوب لوادي سيدنا. المندوب ده قعد أسبوع يحنس تحنيس يشحد شحدة كأنه جاي لمساعدة عشان يدو ذخيرة يوديها للمتحرك. ليه تاريخ أنا بيتكلم معاك الآن ما ادى ذخيرة. وأزيدك زيادة، شفت كيكل ده مش في تنبول هناك مرقوا أهله من قرية من القرى، ما بديك تفصيلة، مشوا لبعض الضباط والقيادات قالوا لهم يا أخي أن إحنا بنقيف معاكم وكيكل ده لو جانا بنقبضوا بنسلموا ليكم. تخيل واحد من الضباط اتصل على كيكل قال له أهلك غدروا بك دارين يسلموك.